النهارده عملت صابون 8 لتر. انا كل مره بعمله بانواع شكل يعني، و8 10 6. هو المره دي اللي 8 وطلع بالكثافه واللمعان والجمال ده كله. ايه رايكم فيه؟ جميل جدا وبيوفر كتير كتير، بيقعد عندك 3 4 شهور. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد، واقول لكم يلا بينا نقول بسم الله ونشوف الطريقة ازاي. مساء الخير، مساء الخير على احلى متابعين. النهاردة هنعمل صابون 8 لتر. انا ما عملتش ابدا صابون 8 لتر، عملت 6، عملت 12، عملت 10. النهارده لما لقيته كده، انا كنت تحت مثلا الصبح، ولما لقيت ده 8 حاجه جديده رحت جايباه، قلت اعمل 8 لتر واوريه لكم ازاي. انا بقالي ياما ما صورتش فيديوهات بسبب الحر. الحقيقه السنه دي صعب جدا ان الواحد يقف يصور فيديوهات في المطبخ من الحر. انا عشان اصور دلوقتي مشغله 2 مراوح قدامي، واحده ورايا وواحده فوق ومعلقاها في المطبخ. طبعا انا ما اقدرش اصور وافتح نار اطبخ اعمل حاجه وفي مراوح بالطريقه دي، فقلت فرصه بقى بعد الظهر اصور واوريها لكم قبل الكهرباء ما تقطع. تعالى اقول لكم نقول بسم الله ونشوف اللون ده الجميل الاصفر الحلو ال8 لتر. كالعاده برضو ادي المسحوق بتاعه وادي البودره بتاعته. ننزل المسحوق واوريه لكم، بس ايه نشوف الاول نفتحه ازاي من فوق كده. خلاص كده جيني هنزله وارجع لكم تاني بعد ما اخلص. بس كله بيبقى زي بعض، بس بيبقى حلو جدا. لعلمكم اخر مره انا كنت مصوره فيديو بعد رمضان على طول، واحنا هنا في شوال، يعني بيقعد 4 شهور. اللي كنت عاملاه مش فاكره كم مره، تقريبا 12 لتر او 6 لتر او 10، تقريبا 10. فقعد 3 شهور يعتبر او 4 اهو بالطريقه دي. خلاص كده هخلص وانزله كويس وارجع لكم تاني. وادي البودر بتاعه، البودره بتاعته. خلاص كده هقلبه جدا. المره التانيه ما قلبتهوش، المره دي بقلبه عشان كل مره بعمله لكم بجرب فيه حاجه شكل واقول لكم. هو المره التانيه سهل من غير تقليد، بس ايه للي لسه ما اتعلمتش بلاش تعمله من غير تقليد. تعمل تقليد ادينا ادوره لحد ما يدوب. الحبايات ده عامله زي حبايات السكر، بتدوب على طول. ونحط الميه واوريها لكم. تمام، نرجع تاني بقى حبايبي. انا هنا دوبت المسحوق كله، بقى ناعم جدا. هنا عندي انا حطيت هنا 6 لتر ميه من الازازه دي. الازازه دي 2 لتر، فانا حطيت هنا 3 مرات يعني 6 مرات. هحطها الاول وهسيب دي. ليه بقى؟ انا عايزه افضي الاول دي عشان انا هعبيه هنا. تعالوا نسمي برضو الله، بسم الله ونحط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده شويه شويه واقلبه، بس على طول بيعمل رغاوي على طول. خلاص كده انزله شويه شويه وارجع لكم تاني. هننزل دفعه اخيره او لو لقيتها ياما كده مش هنزلهم ان شاء الله. ادي كده يعتبر 6 لتر، يعني يعتبر 6 كيلو. بصوا اهي كده دي عشان انا عايزاها، وهجرب هتاخد قد ايه. هو مكتوب 8 وده بنكهة الليمون. نشوف اللي بيقولوه صح او لا. بس انا واثقة في الشركة دي بصراحة، جميلة جدا وكل حاجة حاجتها حلوة ممتازة ممتازة.
فخلص وارجع لكم برضو تاني. لا الحقيقة بقى هنحط ال2 لتر، نركن دي على جنب واحط ال2 لتر. مظبوط كلامهم مظبوط بصراحة. وصابونهم انا اتعودت عليه، اخدت عليه جدا، حلو قوي قوي وبيوفر معاكي في اي حاجة. يعني الغالي التاني مثلا بقى ب100 وين، ب100 وين ال4 لتر الجيركن. تمام. لا بقى حاجة صعبة شوية. احنا ده بيوفر معانا كتير كتير. يعني انا جايباه ب30 جنيه، يعمل 8 لتر، حلو قوي قوي. شوفي بقى يقعد معاكي شهرين 3 حسب اللي انت بتستعمليه. وبتدعكي بيه حمام، بتدعكي بيه سيراميك، لا وتحطي في ميه هتعملي الارضيات، بينفعك في كله. الغالي هتستخسري تعملي بيه كده، فده بيوفر معاكي كده. بقى خلاص كده انا هركنه كمان شويه لما الرغاوي تروح منه وارجع لكم تاني. شوفوا بقى بعد ما قعد نص ساعه، بص الكثافه والجمال واللمعان. ايه رايكم بقى؟ يعني حاجه بسيطه بتوفر لنا كتير كتير، بتقعد عندنا فتره كبيره. بصوا الجمال واللمعان بتاعته والكثافه جميل جدا. بصوا جميل جدا جدا. بصوا هوريكم. بصوا الرغاوي، بصوا الرغاوي والجمال، يعني حلو جدا جدا ويوفر معاكي كتير. نعبيه بقى في هنا واقول لكم ايه رايكم في الفيديو الجميل ده. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تعملوا لايكات جميله بتاعتكم اللي بترفع الفيديوهات. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي. شايفين الجمال؟